بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه اخواتي. اول حاجه بغيت نقولها اني كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، يعني الفرحه اللي تقاسمتوها معايا، سواء الاخوات اللي راسلوني في فيسبوك او التعليقات ديالكم في اليوتيوب. فكنقول لكم شكرا شكرا شكرا. يعني كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه ما يخيبش ظنكم فيا، وان شاء الله اللي حاشمني معكم ونبقاو ديما هكا كيف ما كتشوفوا. يعني واحد الاسره اللي هي يعني عائله متحده ان شاء الله. كنطلب الله سبحانه وتعالى كيف قلت يعني ما يخيبش ظنكم فيا، ونبقاو ديما ان شاء الله هكا في التجديد وفي الاستمراريه وفي العطاء. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الطريقه سهله باش تحضروا البراليني. كتعرفوا ان البراليني كيدخل بزاف ديال الحلويات، تحضر بزاف ديال الحلويات، اولا يعني يمكن نديروا به بزاف ديال الاشياء، ولا دابا تيدخل حتى في المسائل اللي هي مالحه، في الاطباق اللي هي مالحه. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم يعني باش يبقى عندكم كفيديو يمكن لكم تحتفظوا به الوقت اللي بغات السيده هكا كترجع ليه هذا حسس لي واحد الفيديو خاص. كنتمنى ان شاء الله تجربوا من الاعجاب. من يعجبكم ما تنسوش ديروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كتبوا لكم فرجه مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه ديال البخاليني كيف ما قلت فهو تيدخل في تحضير العديد من الحلويات، خصوصا يعني سواء كانوا لي صابلي او لا يعني الحلويات هكا بريستيج ولا في لي تارت. يعني هاد البخاليني هذا تيدخل في تحضير بزاف ديال الحوايج. هاد الكريمه ديال البخاليني شنو فيها واحد 200 غرام ديال اللوز. بطبيعه الحال انا هنا درت 200 غرام، ممكن تنقص او تزيد، غير تحاول تضبط المقادير. عندي 200 غرام ديال اللوز اللي خديتها مسحتها بواحد المنديل يكون ناشف ودخلتها للفران تتحمر، يعني وخاصها تتحمر في واحد العافيه اللي تكون مهيله بزاف باش ما يتحرقش من اللوز ديالنا. تنحمروه وتنخرجوه. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، عندي واحد معلقه صغيره ديال الماء، يعني قلنا 200 غرام ديال اللوز، 150 غرام ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الماء. كاينين طرق عديده لتحضير البخاليني، كاينه وكاين بزاف واحد جوج طرق اللي هما معروفين. اما تنحضروا واحد الكراميل اولا تنحضروا البخاليني بشكل يعني ديال الكراميل، يعني كندوبوا السكر كيولي كراميل وكنديروا فيه اللوز، اولا كنديروا السكر مع اللوز فوق النار حتى يعني بحال الشكل اللي درت لكم مع اللوز معسل. نفس الطريقه. وكاينه الطريقه يعني الاخوات اللي تيجيهم شويه هذيك القضيه صعيبه ديال انهم يديروا كراميل الى غير ذلك، فتتاخذ اللوز ديالها تدخلوا الفران، تتمسحوا، تدخلوا الفران يتحمر مزيان، خاصو يتحمر، تنخرجوه وتنطحنوه. بحال دابا كانت عندنا 500 غرام، يعني مع الكميه نفس الكميه، ديما الكميه ديال اللوز كتكون بحال دابا مثلا خدينا واحد الكاس ديال اللوز كناخذوا معاه خدينا كاس ونص ديال اللوز، كناخذ واحد الكاس ديال السكر، نمشيو بهذا المقدار هذا، تنطحنوه مع السكر، تيعطينا واحد كنبقاو نطحنوه مزيان. الا دعات الضروره الاخوات اللي ما عندهمش ديروا بولهم مجهدين، يعني الا دعات الضروره فتنديروا واحد المعلقه ديال الزيت كتعاوننا باش تعطينا هذيك الكريمه. اما انا الطريقه اللي غادي ندير هي اللي كنفضل، لانها تجي لذيذه وتتجي رائعه جدا. هاد الكريمه احسن من الطريقه ديال اننا نطحنوه مع السكر هكاك عادي. اول حاجه تنديروها طبيعه الحال تنحضر واحد الكراميل. انا هنا وضعت السكر، وضعت معاه هذيك المعلقه ديال الماء، غادي نخليه حتى وكان تيذهب، تنحصل على واحد الكراميل. عاد غادي نضيف اللوز. علاش انا كل ما حمرت اللوز غادي نضيف نيشان هذا اللوز ديالي غنضيفو مع السكر ونخليه حتى وكان نفس الطريقه اللي درت مع اللوز معسل. غادي نخلي لكم الرابط باش تعرفوا عليها. وانما انا بما انني عندي ديجا اللوز محمر وبغيت نسهل على الاخوات الطريقه، لان انا كنشوف بعض الاخوات ديك النهار جاهم اللوز قالت لك شويه الطريقه صعيبه. هاد الطريقه ان شاء الله اذا تبعتوها فهي غادي تجيكم ساهله، كونوا على يقين. غادي نخليو دابا هاد السنيده حتى كتولي لنا على شكل كراميل، وغادي نضيف ليها اللوز. هنا كتلاحظوا من بعد ما حصلنا على هاد الكراميل هذا غادي نضيفو دابا اللوز ديالنا. بسم الله. من بعد ما غادي نضيف اللوز فانا غادي نحسب واحد 2 دقائق، يعني 2 دقائق الماكسيموم، وغادي نطفي. علاش؟ لان اللوز ديجا محمر، يعني كيف ما قلت لكم في الاول كل ما كانش محمر نديرو من الدبر مع السكر،
وانما هو محمر. وتا هاد الطريقه هذه فهي سهله، يعني تتجي سهله الاخوات، ما غاديش يوحلوا معاها نهائيا. هنا كيف ما تلاحظوا مني غادي نزولوه من فوق النار، كيف ما كتلاحظوا تنكونوا موجدين بابي سولفوريزين. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش بابي سولفوريزين فتياخذوا يعني غير هاد بحال اللي عندهم غير الرخامه، تيحاولوا انهم يدهنوها بشويه ديال الماء وتيخويو. كتشوفوا انايا شويه كانت هاد العمليه سريعه، لان هاد العمليه خاصها تكون شويه سريعه، يعني نخويوه بهاد الطريقه هذه. غادي نخليوه حتى بغيت الحال حتى وكان تيبرد، يعني ملي تيبرد كنحاولوا نكسروه وغادي نطحنوه. واحد الملاحظه الاخوات اللي ما عندهمش بابي سولفوريزين كيف ما قلت فتياخذوا الرخامه تيرشوها بشويه ديال الماء، حاولوا ترشوا واحد المهم دوزوا يديكم هكا فاز كاع الرخامه، عاد خويو فوقها هذا اللوز الكراميليزي. دابا غادي نخليوه حتى كان يبرد، غادي نقطعوه هكا دي مورسو غادي تشوفوهم، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نطحنوه. انا كما كتلاحظوا معايا اخواتي وضعت هذاك الخليط في الخلاط الكهربائي بطبيعه الحال من بعد ما حنا نكسروه صافي. غادي دابا نحاولوا نخلطوا يعني في الروبو ديالنا، نحاولوا نخلطوا على بركه الله. بسم الله. هنا كما تلاحظوا معايا اخواتي خلطنا مزيان، يعني هذه كيف ما تيقولوا خوتنا المصريين تتبعوا واحد طلوري تبال، يعني تتبعوا واحد شويه ديال الخاطر، ماشي غير نجيو نقولوا بالله راه يعني ما غاديش تحليكم دغيا، وانما صبروا معاها. يعني كتبغي شويه يعني مع هي كتبغي ديك السخونيه يعني نطحنوا المره الاولى والمره الثانيه المره الثالثه باش هذاك الزيت اللي كاين في اللوز هو اللي تيخرج بحال هكا. يعني كيف ما كتلاحظوا انا ما ضفت لا زيت لا والو. الاخوات قلنا اللي غادي يطحنوا عادي وما عندهمش يعني هاد لي غوبو ويمكن لهم يستعملوا غير الطحانه عاديه فين كيطحنوا القهوه، يضيفوا معلقه ديال الزيت النباتيه. غادي نوريكم الخليط كيف راه داير. ها نتوما راه كتكون كريمه كيف ما كتلاحظوا، وانا مازال غادي نزيد نطحن باش تولي عندي شويه جاريه، لانها كنلاحظ شويه بلا راه عاقده. انا غادي نزيد نطحنها واحد شويه باش تزيد مازال يعني تطلق ليا واحد شويه. كريمه البراليني ديال اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما وجدات، يعني فكتلاحظوا يعني الكثافه ديالها كيفاش كتكون. يعني كيف ما قلت في الاول فهي تدخل في تحضير مجموعه ديال الحلويات اللي ان شاء الله غادي نقول لكم انا وجدوا هذه الكريمه هذه وخليوها عندكم، لان غادي نحضروا بها بزاف ديال الاشياء يعني في الحلقات المقبله بحول الله وقوته. هاد الكريمه هاد البراليني هذا فيمكن ليه يبقى يعني هاد البراليني انايا كنت درت به واحد الكسكسو رائع جدا، واحد الكسكسو مدفون. غادي نخلي لكم الرابط ديالو، ما درتوش انا فيديو، درته فقط مصور، وان شاء الله غادي نوعدكم انني ننزل يعني هاد البراليني ولا كيدخل دابا كنلقاو في البسطيلات، كنلقاو في الكسكسو هكا كسكسو رويال، كنلقاو بزاف ديال الاشياء. يعني ما بقاش فقط الحلويات، وجدوه حضروه وخليوه عندكم، يمكن لكم تحتفظوا به غير في البلاكار يعني بلا ثلاجه. وكنوعدكم ان شاء الله انا غادي يكونوا دي روسيت به في المستقبل بحول الله وقوته. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلقه. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد الى حلقه مقبله بحول الله.